السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم خوتي معنا في هذا الفيديو الجديد. غنتكلموا على أقوى تشكيلة للمنتخب المغربي الأولمبي لمواجهة المنتخب العراقي. إذا غنتعرفوا على أقوى تشكيلة للمنتخب المغربي الأولمبي أمام المنتخب العراقي. المقابلة اللي غتقام يوم 30 يوليو، يوم الثلاثاء 30 يوليو على الساعة 4 مساء بالتوقيت المغربي، 5 مساء بالتوقيت الفرنسي. إذا المواجهة صعبة مع العراق. العراق شاهدناه بأداء مزيان مع أوكرانيا، قدروا ينتصروا على المنتخب الأوكراني بنتيجة هدفين لهدف واحد على حساب المنتخب الأوكراني. إذا المنتخب المغربي قبل لقاء العراق عنده لقاء أوكرانيا، ولا انتصر على أوكرانيا يكون وصل النقطة السادسة وضمن بواحد النسبة مئوية كبيرة التأهل. تبقى مقابلة العراق ديك الساعة أغلبية تكون شكلية وبزاف يرتاح بعض اللعابة طارق السكيتيوي، ولكن المنتخب المغربي ضروري خصو يفوز على المنتخب الأوكراني، وضروري يفوز على المنتخب العراقي باش يوصل ب9 نقاط باش نواجهوا الجروب ديال فرنسا. اليوم شفنا انتصار المنتخب الفرنسي على المنتخب الامريكي، وشنو انتصار المنتخب الاسرائيلي على المنتخب المالي بنتيجه هدفين وهدف واحد، وانتصار المنتخب الفرنسي على المنتخب الامريكي بثلاثه الاهداف كنظن مقابل لا شيء. خليت انا متفرج 3-0 ما عرفتش باش سالات. اذا المنتخب المغربي غيواجه المنتخب الاوكراني يوم السبت، وغيواجه المنتخب العراقي يوم الثلاثاء. حنا نهضروا على هذا اللقاء ديال يوم الثلاثاء امام منتخب العراق، نتكلموا على اقوى تشكيله للمنتخب المغربي الاولمبي امام المنتخب العراقي الاولمبي. بطبيعه الحال كنظن كيضربوا شنيشي الواقيله هو المدرب ديال العراق على ما اظن. اذا عمدوا التشكيله ديالنا المنتخب المغربي الاولمبي امام العراق بطبيعه الحال بالحارس اللي هو منير المحمدي اللي كان اساسي في لقاء الارجنتين ودخل في الشباك ديالو هدف واحد، ولكن حارس صراحه في المستوى الكبير منير المحمدي. حارس نهضه بركان اللي تعاقد مع نهضه بركان لمده موسمين، حارس اللي هو من الطراز المزيان صراحه، وحارس يشارك في كاس العالم وفي كاس افريقيا. اذا قلت منير المحمدي اللي هو حارس اللي شارك مع المنتخب الاول في كاس العالم وفي كاس افريقيا، حارس اللي هو ممتاز صراحه ديال المنتخب الاول، وكذلك الان ان شاء الله يثبت القدرات ديالو في هذه الالعاب الاولمبيه بطبيعه الحال، ويكون من العناصر الرائعه في المنتخب الاولمبي بطبيعه الحال، ويبين على مؤهلات اللي هي رائعه صراحه في المنتخب الاولمبي في هذه الالعاب الاولمبيه بطبيعه الحال اللي بدات في فرنسا بطبيعه الحال وغتبدا بصفه رسميه غدا الجمعه. اذا المنتخب المغربي يحاول الفوز بطبيعه الحال يوم السبت على المنتخب الاوكراني يوم الثلاثاء، اللقاء اللي كنتحدثوا عليه امام العراق. كذلك مشيون عادل تاحف لاعب نهضه بركان كذلك من العناصر اللي ما شاركوش البارح بتاتا. المحمدي شارك اساسي، هذا مع عمرو تنادى المنتخب الاول. عادل تاحف لاعب نهضه بركان اللي هو من العناصر اللي ممكن تكون رائعه صراحه في المنتخب المغربي، لا جدال ولا نقاش في ذلك. لاعب عادل تاحف كيبقى من الاسماء الرنانه والاسماء الجيده اللي ممكن تكون في المنتخب الاولمبي. لاعب عادل تاحف لاعب نهضه بركان اللي هو كيبقى من العناصر اللي ممكن تكون جيده صراحه للمنتخب الاولمبي، عنصر اليوم العناصر الجيده اللي ممكن يكون صراحه بدون اي نقطه شك. غنمشيو عند اسامه العزوز لاعب نادي بولونيا الايطالي اللي شارك مع المنتخب الاول في كاس افريقيا، وشارك البارح في لقاء الامس امام الارجنتين كاساسي، ممكن يلعب واحد الدور كبير امام العراق. بطبيعه الحال العراق راه قاره اسيا كتقترح على امريكا الجنوبيه وعلى اوروبا اللي لعبوا معها نهار السبت. اذا المنتخب العراقي كنظن واجهنا في اولمبياد 2004 على ما اظن، كنا نهزمنا على ما اظن 2-1 معه. اذا هذا فرصه اننا نردوا بطبيعه الحال اننا ننتصروا على المنتخب العراقي. اذا اسامه العزوزي اللي هو كيلعب في المنتخب الاول بطبيعه الحال وعيطي اضافات كبيره للمنتخب الاولمبي في هذه الالعاب الاولمبيه، يعطي واحد الاضافات اللي هي كبيره وكبيره بزاف صراحه بدون اي نقطه شك. الان غنمشيو للظهير الايمن اشرف حكيمي اللي بالنسبه لاسامه العزوزي شارك في كاس افريقيا مع المنتخب الاول، اما اشرف حكيمي شارك في كاس العالم وفي كاس افريقيا مع المنتخب الاول. لاعب من الطراز الرفيع صراحه. اللاعب اشرف حكيمي كيبقى من خيرة اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير ولاعب مميز صراحة. اللاعب أشرف حكيمي كيبقى من الأسماء الجيدة ديال المنتخب الوطني الأولمبي اللي يعطي واحد الدفء كبير صراحة. الظهير الأيمن صراحة ديال المنتخب الوطني المغربي لاعب جيد ولاعب صراحة من خيرة اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. اللاعب اشرف حكيمي كيبقى من لاعب من العناصر المهمه اللي داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب كفاءه كبيره. اللاعب اشرف حكيمي كيبقى من خيره اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. غنمشيو عند زكريا الواحدي
لاعب البطولة البلجيكية مع مرور لعب في المنتخب الأول. هذا زكريا الواحدي اللي لعب كأساسي في لقاء البارح بحال أشرف حكيمي، لعبوا كأساسيين. زكريا الواحدي ما لعبش في المكان ديالو كظهير أيمن، لعب كظهير أيسر. العطاء ديالو كان متوسط، ولكن في المجمل مزيان. حنا ملي كنهضروا كرويا على اللاعبين، ما كنهضروش بصفات شخصية بطبيعة الحال على اللاعبين. إذا زكريا الواحدي اللي ما عمره لعب في المنتخب المغربي، هذه فرصة أنه يلعب مزيان، واخا ماشي في المكان ديالو. زكريا الواحدي ممكن يبان في مستوى مزيان في هذا الاولمبيات بطبيعه الحال. وكنظن وليد الركراكي راه كيتابع الاولمبيات وتابع لقاء الارجنتين، وشوف الاداء الكبير صراحه اللعبه والفوز ب2-1. كنت كنتظر فقط الياس بن صغير بمستوى اكثر من هيدا، ما بانش بواحد المستوى اللي هو كبير. غنمشيو بطبيعه الحال. اذا قلت لاعب بوشواري لاعب نادي سانت تيتيان اللي كيلعب كذاك تنادى المنتخب الاول بطبيعه الحال في 3 ديال المناسبات على ما اظن. لاعب اللي دخل كاحتياطي لقاء الامس امام الارجنتين، لاعب من العناصر اللي ممكن ينفع المنتخب الاولمبي كثير. لاعب بوشواري اللي كيلعب في نادي سانت تيتيان الفرنسي. مقابله الارجنتين تقامت في سانت تيتيان، وحتى المقابله الاوكرانيه كنظن مقابله العراق تقام في نيس. اذا شي حاجه جميله بوشواري انه يعمل شي حاجه كبيره في المنتخب الاولمبي بطبيعه الحال. لا شك في ذلك ولا جدال ان بوشواري ممكن يعمل شي حوايج مزيانه في المنتخب الاولمبي، لا شك في ذلك ولا جدال ولا نقاش ان بوشواري ممكن يعمل بزاف ديال الحوايج مزيانه صراحه للمنتخب الاولمبي المغربي امام المنتخب العراقي يوم السبت يوم الثلاثاء. طبعا الحال نمشي عند امير ريشاريسون اللي كيلعب في ريمس الفرنسي، كذلك يلعب في البطوله الفرنسيه. 22 سنه، من العناصر اللي يقدر يضيف اضافات كبيره. شارك مع المنتخب الاول في كاس افريقيا اللي فاتت. اذا اللاعب اللي ممكن يعطي اضافه كبيره للمنتخب الاولمبي، وهذا كنظن انا الركراكي كان كيعمل مزيان ملي كان كيعيط هاد اللاعبين الاولمبيين للمنتخب الاول. اذا عطاهم اضافه كبيره، وخاصه حنا عارفين بلي حتى الاولمبيات ما بقاتش شي حاجه. المنتخب الاولمبي لمده كنظن 3 سنوات حتى كاس افريقيا 2027 عاد كيرجعوا الثاني المنتخب الاولمبي من جديد. اذا شي حاجه اللي هادشي اللي كنعرفوا بطبيعه الحال. ما كايناش شي استحقاقات ديك الساعه اللي يلعب عليها المنتخب الاولمبي بطبيعه الحال بدون اي نقطه شك. في عند بلال خانوش 20 سنه، لاعب البطوله البلجيكيه اللي هو من العناصر اللي يقدر يعطي. شارك في المنتخب الاول في كاس العالم وكاس افريقيا، وكذلك شارك في كاس افريقيا اقل من 23 عاما. كيتقاسموا هذه المساله وزلزوا لانهم شاركوا في التظاهرات صراحه المتتاليه مع المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، وكذلك زادوا التظاهرات ديال الالعاب الاولمبيه. كيتقاسموا هذه الحاجه جوج اللعابه اللي هو هذا بلال خانوش اللي كنتحدثوا عليه لاعب البطوله البلجيكيه، وعبد الصمد زوزو لاعب ريال بيتيز الاسباني اللي كذلك مشارك معنا في الالعاب الاولمبيه قلت هو اللاعب خنوس. اذا الان غنمشيو للخط الامامي وخط الهجوم. من ثلاثي الهجوم اللي بطبيعه الحال اللي ممكن يكون امام العراق، نبداو بالياس اخوماش لاعب نادي فياريال الاسباني اللي كنظن احسن لاعب في لقاء البارح امام المنتخب الارجنتيني. الياس اخوماش اللي هو من العناصر الرائعه داخل المنتخب الاولمبي، بين على مؤهلات اللي هي كبيره بزاف صراحه. مستوى رائع بين اللاعب الياس اخوماش على مستوى جيد صراحه، بين امكانيات اللي هي كبيره بزاف صراحه. ابان عليها وبدا كيضمن المكانه ديالو صراحه في المنتخب الاول بدون اي نقطه شك صراحه. اللاعب الياس اخوماش اللي كيبقى من العناصر اللي ممكن تكون رائعه صراحه، عنصر اللي خصنا نعرفوا كيفاش نلعبوه بطبيعه الحال حتى في المنتخب الاول. الان غنمشيو عند اللاعب اخر في مركز خط الهجوم بطبيعه الحال بعد الياس اخوماش، اللي هو عبد الصمد زلزولي لاعب ريال بيتيز الاسباني، اللي هو كيبقى من العناصر اللي ممكن تكون رائعه صراحه داخل المنتخب المغربي. هذا اللقاء امام العراق دخل البارحه كاحتياطي بطبيعه الحال امام المنتخب الارجنتيني. عملوا حال حاجه مزيانه، عملوا واحد الكره مررها اللاعب سفيان الرحيمي، ولكن ما استثمرهاش اللاعب سفيان الرحيمي بطبيعه الحال. لاعب عبد الصمد زلزولي دخل لعب كجناح ايمن في ديك المقابله، وهو في الاصل كجناح ايسر. ماشي مشكل، المهم انه يعطي العطاء الغزير صراحه. وباقي ما وصلش لديك النقطه ان عبد الصمد زلزولي يعطينا واحد العطاء اللي هو عطاء كبير صراحه. شفنا غياب ابراهيم صلاح لاعب ريال الفرنسي على التظاهرات الاولمبيه، ما عيطلوش المدرب وليد الركراكي. مشيو عند اللاعب سفيان الرحيمي لاعب نادي العين الاماراتي اللي سجل 2 اهداف امام المنتخب الارجنتيني بطبيعه الحال. عنصر
اللي هو الاساسيه لا تناقش. غيكون في مركز راس حربه لان المهدي موهوب اللي غيمشي البطوله الروسيه ما يمكنش يتنافس. كنهضر مع سفيان الرحيم، ما شفناش المشاركه البارح بتاتا. المهدي موهوب ما لعبش بتاتا، لاعب الرجاء البيضاوي كنظن ممكن نقولوا السابق والحالي ما نعرف واش غينتقل البطوله الروسيه بقيمه مليار و800 مليون، واحد الرقم اللي هو صراحه رقم مزيان. انه لاعب مغربي ينتقل من البطوله الروسيه بهذا المبلغ هذا شي حاجه اللي هي جميله وجميله بزاف صراحه. هذا الشيء اللي كاين. كنشكر جميع الناس اللي تبعوا معنا هذا الفيديو. شكرا لكم والى الملتقى والى فيديوهات مقبله اخرى ان شاء الله. الى اللقاء والى